السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثالثة في مملكة الرشاقة. اسمحوا لي قبل ما نبدأ الفقرة الثالثة هنقول الاس ام اس اللي جت لينا. دكتور أسامة، أريد وصفة للهالات السوداء ووصفة لإزالة رائحة العرق إيناس. حاضر إن شاء الله هنجهز الوصفة للهالات السوداء، ولو إن إحنا قلناها قبل كده وصفة الهالات السوداء، وقلنا وصفة لإزالة رائحة العرق قبل كده، ولكن هنقولها تاني إن شاء الله. تاني اس ام اس بتقول لو سمحت، هل هناك ضرر من استعمال بدائل السكر في الرجيم؟ إحنا اتفقنا إن في بدائل سكر آمنة وفي بدائل سكر غير آمنة. كنت بتكلم بالنسبة للمرأة الحامل، ولكن بصفة عامة برضو كذلك في بدائل سكر نقدر إن إحنا نستخدمها زي ما إحنا عايزين، وفي بدائل سكر اخرى ما نقدرش ان احنا نستخدمها لان هي مع السخونيه او مع الحراره تبتدي تكون مواد ضاره شويه بالنسبه للجسم. الاس ام اس الثالثه، ارجو من الدكتور ان يصف لي طريقه ومش مشكله النحافه. ان شاء الله هنعمل حلقه خاصه عن النحافه وعن طريقه علاج النحافه بتاعتنا. الرجاء اعطاء الوجبات الغذائيه للتخسيس، دي الاس ام اس الرابعه. الوجبات الغذائيه هو قصده على الرجيم المثالي، يعني احنا قلناها كتير ولكن ان شاء الله هنحاول نقولها تاني مع بعض. اسمحوا لي ان احنا قبل ما ندخل في كلمه في سرك، ودي الفقره الثالثه بتاعتنا، هنقول الفقره الجديده بتاعتنا وهي وهم الفضائيات. وهم الفضائيات، يعني الفقرة دي هتكون جرس إنذار عن الوهم الطبي اللي هو ابتدى يكتر قوي في الفضائيات وفي الإعلام بصفة عامة. احنا ما احناش جهة رقابية ولا احنا جهة تصليحية، ولكن زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. إحنا مش عايزين ندخل في خانة أضعف الإيمان، خلينا ندخل مع بعض في الخانة الوسطى اللي هي باللساني. خلينا ننفض عننا السلبية اللي ابتدت تكسونا، كل واحد في مجاله. أنا عن نفسي في المجال الطبي، وفي الفقرة اللي إحنا هنسميها وهم الفضائيات هنبتدي نتكلم عن الوهم اللي بيساق في الفضائيات وفي الإعلام من الناحية الطبية، وبذلك أنا معاكم ما نكونش ساكتين عن الحق، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. الفقرة دي لازم هتكون شطر ما بيني وبينكم، لأن أنا مش هقدر إن أنا أتابع كل الفضائيات أو كل اللي بيكتب، فأتمنى منكم إن أنتوا تبعتوا لنا دايما واستفساراتكم، وكذلك هنبتدي مع بعض إن إحنا نرد على الاستفسارات الغريبة اللي بتيجي ديت والحاجات اللي ابتدت تملأ الفضائيات. خلونا نبدأ النهاردة برسالة اللي وصلتني من السيدة سحر محمد. كان بتقول إن في قناة فضائية معينة دكتور بيهاجم الرجيم اللي فيه طعمية، وبتقول لي باللفظ الواحد تقريبا: يا دكتور هو بيهاجم حضرتك. انا كشخصي هاجمني زي ما انت عايز، مفيش مشاكل خالص، ولكن ان احنا نهاجم، انا الرجيم اللي انا قلته المره اللي فاتت كان فيه واحد طعميه، مفيش مشكله خالص ان احنا ناخد طعميه في الرجيم، والرجيم مبني على اساس طبي وعلى اساس علمي، وكتير جدا جربوه ونزلوا عليه ومفيش اي مشاكل خالص. ده بالنسبة للفضائية اللي كان بيتكلم فيها الدكتور عن الرجيم بتاعنا. بالنسبة للسيدة سهير مصطفى، بعتت لي قصاصا من جريدة الأهرام يوم الثلاث 22/7 في صفحة طب وعلوم. في كاتبة اسمها سوزان وهبي بتقول على لسان دكتورنا محمد أبو الغيط إن الإبر الصينية ابتدى إن هي يستغنوا عن استعمالها في التخسيس من 96. كان لازم اشوف استاذنا الدكتور محمد ابو الغيط ونساله، فقال لي باللفظ الواحد: الاعلام ده غريب جدا، اخذ ايه ولا تقربوا الصلاه وما كملش وانتم سكارى. يعني الراجل بيقول انا ما قلتش الكلام ده، بيقول انا قلت باللفظ الواحد ان استخدام الابر الصينيه في التخسيس توقف عند سنه 96 وتعدى اكثر من ذلك لعلاج جميع الامراض. فجاءت السيده الفاضله الكاتبه خدت اللفظ المثير اعلاميا ديت ونزلته في الجريده. الدكتور قصده ان الابر الصينيه ابتدت تستخدم من 96 على مستوى العالم في جميع الامراض او في علاج جميع الامراض تقريبا. اتمنى ان احنا ما ننسقش بسرعه وراء كل كلمه بتكتب. أتمنى إن إحنا نتحرى الصدق ونبتدي إن إحنا نشوف الحقيقة من الكذب، وخاصة في المجال الطبي. مهم قوي إن إحنا ما نتصرح زي ما بقول، حتى لو جريدة ذات ثقل أو قناة ذات ثقة، ولكن ممكن جدا إن واحد يطلع يقول كلام ملوش أي أساس طبي خالص. دي كانت فقرة وهم الفضائيات، وبالتالي الفقرة دي هتبقى ثابتة معانا إن شاء الله، ولكن بمساعدتكم أنتم وبرسائلكم أنتم وباتصالاتكم بينا، وتقولوا لنا في كذا وكذا وكذا أين الحقيقة، ومع بعض إن شاء الله هنقدر نوصل ليها. وزي ما اتفقنا مع بعض هنقدر نوصل لأن إحنا ما نكونش شيطان أخرس ساكت عن الحق.